واحدة بتحكي وبتقول جوزي واحنا قاعدين جاله تليفون، ولما فتح المكالمة سمعت صوت المدرسة اللي في الحضانة بتاعت معاذ ابننا بتقول له نستأذن حضرتك انك تيجي تحضر حفلة التخرج بتاعت معاذ في الحضانة. لقيته ضحك ضحكة باردة كده وقال لها طبعا ان شاء الله، وبص لي وقال لي ادي اخرة التقديم في الحضانات الغالية دي. الحضانة كمان عملوا لها حفلة تخرج وانا كنت ناقص وجع دماغ. والولد تبص له بنظرة مليانة حزن، حضني ونام وعيط من غير ما يطلع اي صوت. شاف يعيط عشان باباه ما ياخدش باله وما يضربوه. لبست انا تاني يوم واخدته ورحت الحفلة علشان فرح. لقيت كل القائمين على الحفله بيجروا عليه وبيبسوه، وكل شويه يقولوا لي قد ايه معاذ ده مجتهد وحافظ جزء عن مكان وهو لسه في الحضانه، ده اشطر طفل موجود هنا. وادونا شهاده تقدير ورجع. ابوه ضربني علشان ما عملتش الاكل، والولد قعد يزعق له ويقول له سيب ماما كانت معايا في الحضانه. استحملت المر كله عشان بقيت اتابع معاه في كل حاجه وبراجع معاه مذاكرته. وابني في الاعدادي كان ختم القران كامل، وكل اللي ابوه قاله له اما نشوف هتعمل ايه في الثانويه العامه. هو حافظ القران، اكبر انجاز في الدنيا. حسيت ساعتها ان اختياري كان غلط وجرح معاذ، ده هيفضل معلم في قلبه العمر كله. حتى لما كبر ودخل صيدله فرح له نص فرح وقال له اخرتها هتقف تبيع ادويه في محل. وانا اللي كنت مفكر ان هفتخر بيك ما كنتش مصدقه ان الطفل اللي كان معايا بقى شاب، وكان بيبص لابوه بكل حقد ويقول له